الإنسان في التصور الإسلامي لم يولد في منتصف طريق سهل، يعني مثل هذه الطاولة طريق سهل، لا، الإنسان ولد في منتصف طريق جبلي. لا يوجد أحد ولد في قمة الجبل، ولا يوجد أحد ولد في القاع، جميعنا ولدنا في منتصف هذا الطريق الجبلي. والمشروع القرآني والابتلاء الإلهي للإنسان كيف تصل إلى القمة. أمامك خياران، كل واحد فألهمها فجورها وتقواها. عندك القدرة أن تصعد، وعندك القدرة على أن تنزل إلى القاع. الخيار خيارك. الآن الله عز وجل يقول لك شوف، عندك عدوان أساسيان، كل منهما يريد إنزالك إلى القاع. أنت سوف تصعد، سوف تحاول، لكن أمامك عدوان، الشيطان والنفس. الشيطان لديه آلية واضحة شرحها القرآن مرارا وتكرارا. تبدأ بالنزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ خاطرة كذا تجي في بالك، يعني لا ما فيها مشكلة، عادي سوى. بعدين يزينها لك، زين لهم أعمالهم. يعني افترض مثلا عندك ورث وأختك صغيرة مثلا، تقول والله ما تدري، عادي أصلا أنا أصرف عليها. نزغ أول شيء، إذا استعذت بالله ينتهي الأمر، تقول لا بعطيها حقها كاملة. إذا استجبت لهذا النزغ إيش يصير؟ يتطور، يصير تزيين. يا أخي أصلا أنت اللي تنفق عليها، وأنت أصلا يعني مو متودي الفلوس، في النهاية أنت أخوها يعني، وبالتالي الخير اللي لك الخير له، وهكذا يزين لك إلى أن تحب المعصية، وبعدين تنجر معصية ورا معصية، معصية ورا معصية ورا، إلى أن تنزل إلى القاع. النزول سهل، النزول سهل كأي جبل تنزله، النزول سهل. ولذلك الله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حفت النار بالشهوات، يعني شيء بالعكس محبب للإنسان أنه ينزل. وبعض الناس لديه تصورات خاطئة، يقول لك والله الإنسان أموره ميسرة يعني أنه ماشي على خير، أموره ماشي كويسة. لا، أحيانا السهولة ليست معيارا للصواب والخطأ. السهولة قد تكون معيارا أنك ماشي في طريق خاطئ. دليل الفعل نفسه هل هو صح أو خطأ، هل أنا أمتلك مشروعية من الوحي على صحة الفعل أو خطأ. أما السهولة والعسر ليست دليلا، قد يكون طريق الخير عسرا وقد يكون طريق الشر سهلا. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ ونيسره للعسرة. في ناس الله عز وجل ييسرهم للعسرة، يجد أن طريق الخطأ ميسرا له، لأنه يكون تراكمات عنده من الأخطاء، فيبدأ القرآن الله عز وجل ييسر له طريق المعصية. ولذلك يقول لك فلان أموره ميسرة، لا، أموره ميسرة لا يعني أنه على الطريق الصحيح. أحيانا تكون هذه السهولة هي سهولة النزول. الصعود صعب، ولذلك أحيانا كثير من الأحيان يعبر القرآن بفكرة الجهاد، جاهدوا بهم، لأن الجهد هو بذل المشقة. الآن الذي يسقطك تماما في القاع، يعني إذا صح التعبير سقوط حر، مش يعني خطوة خطوتين ثلاثة أربعة وترجع وبعدين تقدم، لا، سقوط حر هو الشرك. إذا وقعت في الشرك فأنت سقطت سقوطا حرا، وهذا التعبير جاء به القرآن نفسه، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. شوف التعبير، فكأنما خر من السماء، سقوط حر، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما لك يعني مفر، يعني ما في نجاة، لأن الشرك نهايتك، نهاية فرصتك في الحياة، إلا إذا تبت إلى الله عز وجل. لكن من وقع في الشرك كل ما عمله من صالحات انتهى، خلاص أنت خرجت من دائرة التنافس.